بيبدأ ملخصنا بوين وهي بتتصل بيه وهي مش قادرة خالص، فبيقول لها تبعت له لوكيشن دلوقتي، وعلى طول بيبقى قدام البيت. أول ما بتفتح له بتروح واقعة، فبيسندها لجوه وبيعرف إنها سخنة، فبياخدها عشان يروح للدكتور. بيشيلها وهي بتقوله عدد السلالم لحد ما بينزلوا يركبوا عربية وعلى المستشفى على طول. فالدكتور بيقول إن عندها حصبة ومناعتها ضعيفة، وبيكتب لها شوية أدوية عشان يجيبها، وبيكلم شاولو إنها تجيب أكل وتحطه في التلاجة، ومش لازم تيجي الكام يوم دول. وبيروحوا على بيته عشان يخلي باله منها، وهي بتسأله لو بيحب يتفرج على الأفلام، فبيقول لها لأ، وإنه بيحب القراية والحاجات اللي بيقدر يلمسها. فبتروح تحط إيديها على قلبه عشان تعرف إذا كان معجب بيها ولا لأ، وبتفضل بقى طول الليل تعبانة وهو خلي باله منها. الصبح بقى بيعمل لها الأكل بس بيتلسع، والأكل كمان بيتحرق منه، والمية بتبقى غرقت الأوضة اللي بيتدربوا فيها صحابها. فبتكلم لهم الأنسة شين عشان تساعدهم، فشين بتكلم شاولو، ما هي صاحبتها، وبيبقوا شايفين إنهم شاطرين، وبتقول لهم إنها هتبعت الموسيقى بتاعتهم لمؤلفين تاخد رأيهم فيها، فبيوافقوا. تاني يوم بقى ويان بتفتح الستاير اللي مش بتتفتح خالص دي عشان تخلي الشمس تدخل وهو يحس بأي ضوء ودفء، وبتيجي الشاولو عشان لو محتاج حاجة. فويان بتروح السكن بتاعها عشان تجيب شوية حاجات ليها، وبتقول لشيو تاخد مكانها في السكن لأن الترم خلاص خلص والمفروض تطلع من سكن الجامعة. وبتسألها مش عايزة وي يبقى جنبها ليه، فبتقول لها إنها هي اللي شايلة مسؤولية عيلتها ومش عايزة أتحملها له. فبتقول لها على الأقل حاولي واديله فرصة، وادي كمان لنفسك فرصة. وبتاخد بقى الليمون وبتروح على صوت تعمل له عصير ليمون، وهو بيسمع الصوت اللي شاولو بتبعتهوله للفرقة بتاعة الخوخ اللي هم أصحابها، وبيقولوا إنه حلو. وشاولو بتقابل أنسة شين وبتقول لها إن سو وقع في الحب مع واحدة اسمها ويان، فدي بتتضايق جدا. وبتروح بقى ويان بيت مع سو في السينما، وبتحكي له كل اللي بيحصل. وهم مروحين الناس بتزقهم في المترو، فالمترو بيقفل عليه وهو بره، فبتيجي تكلمه بتلاقي موبايله معاها، فبتلف تاني وبترجعله، بتلاقيه في نفس المكان مستنيها ترجعله. تاني يوم المدير في الشغل بيقولها إنها ممكن ترجع تاني مع الأنسة شين، فبتفرح جدا وبتروح تتكلم مع زميلها عادي. فالتانية بتدخل تقولها هو انت جاية تتدربي ولا تعكسي؟ فتاني يوم بتديلها شغل، فبتقولها انه مش قد كده بس شغال يعني. فالمساعدة بتشوفه وبتلاقيه كويس جدا، فبتقولها تلاقيها عايزاكي تتدربي كويس بس. وسو بيجي يشوفها بس الحرباية بتشوفه وبتتضايق جدا. تاني يوم بتفطر في الشغل، فالأنسة شين بتقولها بتاكلي قد كده ولا بيبان عليكي. فلما بتروح بتبدأ تعمل تمارين بس بتتعب، فسو بيقولها ممكن ما تاكليش كتير لما ترجعي بيتك عشان طلعلك كرش، وبيقعدوا يجروا شكل بعض. تاني يوم بتاخد حاجتها وبتروح على بيت أهلها عشان تقضي رأس السنة هناك، وطبعا مع بعض على التليفون على طول. لما بترجع بقى بيبقى عندها درس المفروض تحضره عشان هتشرحه قدام المدرسين والولاد، وبتسأله لو في حاجة كان مفتقدها وهو صغير، فبيقول لها إنه قعد لحد ما كمل 6 سنين في الدار وما كانش بيستجيب لأي حاجة من الولاد ولا للمدرسين، كان بيحب يبقى لوحده وما كانش بيحس بالأمان والهدوء إلا لما بيسمع الموسيقى. بس بيقول لها مش عايز يتكلم في الموضوع تاني. وهي بتروح بقى مع زميلتها تشتري هدوم، بس زميلتها بتقولها إنها المفروض تعرف أهلها بسوء، فبتروح تقيس الهدوم وبتسأله لو في أمل إنه يشوف تاني، بس بيقولها لأ لأنه عيب خلقي. تاني يوم بقى بتشرح للولاد وهو بيحضر طبعا وبيبقى فخور جدا بيها. وبتروح بقى وبياخدوا كام صورة مع بعض، ومامتها بتقولها تيجي تنقل تدريبها مدرسة جنبهم، وإنها حاسة إنها بقت مخبية حاجة عنها بس هي بتتحكم بالشغل. وبتروح بقى لزميلتها فبتقول لها أمك كل شوية تكلمني، حاسة إنك مخبية حاجة عنها، أنا رأيي إنك تقولي لها عادي. وبيخلص من لخصنا هنا.
لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.